خلونا بإذن الله النهاردة نبتدي أول سيشن في الكاد 2D. أول حاجة احنا إن شاء الله ملخص اللي احنا هنعمله النهاردة، هنتعرف على واجهة البرنامج، هنتعرف على بداية الأوامر ال 2D بتاعتنا، وإزاي هنتحرك في الورك سبيس بتاعتنا. هنعرف الأمر لاين، وأمر لاين مش بيتاخد بأمر واحد، كل أمر هناخد ليه كذا أوردر. فاحنا النهاردة إن شاء الله هنعرف أمر لاين وأمر سيركل. دول أمرين كبداية بإذن الله هنبتدي بيهم، ودول أول حاجة هنبتدي بيها في ال 2D. طيب، أول حاجة احنا عندنا في الأوتوكاد لما بتفتح البرنامج بيبقى في عندنا هنا على اليمين هنا ال Recent Documents، ودي بتبقى الملفات اللي انت كنت شغال عليها في الفترة الأخيرة. زي ما بتفتح اي سوفت وير، اذا كان لمايكروسوفت او اذا كان لاي برنامج تاني، هنا اغلب الملفات اللي انت كنت شغال عليها الفترة الاخيرة. تمام. على الاغلب بيبقوا في فترة اخر 7 ايام. تمام. طيب، هاجي هنا بقى على الشمال، هلاقي في عندي هنا start drawing، المربع اللي مكتوب فيه start drawing ده، وهلاقي مكتوب تحتيه كلمة templates. طيب، الاوتوكاد مش برنامج 2D بس، لا بالعكس، ده احنا في كمان في كذا بروجكت بنعمله عليه. ساعات بندخل في حوار 3D، وطبعا بيبقى في عندنا templates للطباعة. طيب، انا بالنسبة لي في الطبيعي اني انا بشتغل على اكاد ايزو. احنا اغلب شغلنا على الكاد 2D، فاحنا عشان هنعمل الورك سبيس بتاعتنا او هنبتدي نظبطها على شغلنا احنا في البداية دلوقتي، فهنشتغل 2D اللي هي ايه، اللي هي اكاد ايزو دي دبليو تي. اول لما دوست هيفتح لي الكاد على الواجهة بتاعتي، الصفحة ال 2D وظهر قصادي الورك سبيس. طيب، المفروض اعرف كام حاجة عن الكاد كده قبل اما ابتدي اشتغل. طيب، اول حاجة انا الورك سبيس بتاعتي هي انفينيتي. يعني انا هنا في الورك سبيس دي، او في الموديل زي ما هنتكلم عليها بعد كده، دي هنا مفتوحة معايا، ملهاش مساحة، ملهاش لا طول ولا ليها عرض. غير لما هاجي بعد كده قدام وانا بطلع البلان بتاعتي في لاي اوت، فاللاي اوت لازم هتكون محددة بمقاس علشان اطبع عليه الورقة بتاعتي او اللوحة او ايا كان. تمام. فانا هنا في الورك سبيس هنا انا ماليش مساحة محددة. تمام. تمام جدا. طيب، هاجي هنا انا دلوقتي في كام ايديت كده بنحب دايما نظبطهم على الاوتوكاد اول لما ببتدي شغل عليه. فاحنا بنروح لحاجه اسمها البيج اي، اللي هي اللوجو بتاع الاوتوكاد اللي فوق في الشمال ده. فبدوس عليه، اروح على اوبشنز. طيب، رحت عليه. اول حاجه ببتدي اظبطها وهي اهم حاجه، اول حاجه اوبن اند سيف. ليه اوبن اند سيف؟ عشان حاجتين. انا دلوقتي لما هخرج فايل كاد لازم انا محتاج ان الفايل بتاعي، انا دلوقتي افرض انا مثلا شغال على نسخه، انا هنا مثلا شغال 17، حد عنده نسخه اقدم، ومظنش حد عنده نسخه اقدم دلوقتي من دي. حد عنده نسخه اقدم من دي، فلو انا اديته الملف بتاعي متسيف بالفايل فورمات بتاع 2017 مش هيفتح عنده. فبنعمل ايه؟ فاحنا بنقول له سيف از، وبختار نسخه قديمه شويه، يعني انا اخترت 2010. تمام. علشان هو لما يجي ياخده مني يعرف يشتغل عليه. تمام تمام. تاني حاجة وهي المهمة قوي، حاجة اسمها الاوتوماتيك سيف. الاوتوماتيك سيف اظبطها على 10 دقايق، فانت كده كل 10 دقايق هو هيعمل اوتوماتيك سيف للملف بتاعك، علشان لو لا قدر الله حصل اي مشكلة وانت شغال، الملف بتاعك ما يضيعش، شغلك ما يضيعش، تفضل الدنيا بتاعتك محفوظة زي ما هي. طيب، تمام جدا. طبعا الاوتوماتيك سيف ده مش هيبتدي يشتغل غير لما تعمل انت الاول مره واحده سيف. يعني انا لازما انا فتحت الملف، ابتديت اشتغل، اقول له كنترول اس، احفظ الملف باسم معين، بعد كده هو كل 10 دقايق هي ابديت كل شغل انت عملته. طيب، تمام قوي. طيب، بعد الاوبن اند سيف، حلو، هروح على الديسبلاي. طيب، لو انا دلوقتي الاوتوكاد زيه زي اي ابلكيشن، في دارك وفي لايت مود، اللي هي ان الحاجه عندي تبقى سودة كده. طيب، هتقول لي دي مش شياكه. لا بالعكس، انا عشان الاوتوكاد
البرامج اللي احنا بنقعد نشتغل عليها كتير، فاريح لعيني ولنظري ولطريقة شغلي هو ان هو يبقى دارك. في نسخ بتنزلها بتبقى لايت، يعني هتلاقيها كده. لا انت بتعدلها تخليها دارك، اريح ليك، مش عايز براحتك. تمام. طيب تمام جدا. طيب ايه تاني في عندنا؟ الكروس هير. طيب الماوس جوه الاوتوكاد اللي هي العلامة دي اسمها كروس هير. الكروس هير دي لو انا شغال على بلان كبيرة انا هحتاج ان الكروس هير تكون كبيرة لاني ابقى شايفها وابقى شايف مكاني فين. على الاغلب احنا هنشتغل على المقاس العادي بتاع الكروس هير، بس احنا لما بنيجي نعدل مقاس الكروس هير بندخل على الاوبشنز ديسبلاي، واروح على كروس هير هنا وابتدي اغير المقاس بتاعها. مثلا انا لو خليته 100 قلت له اوكي هيكبر الكروس هير بتاعتي، فبحيث ان انا ابقى شايفها كويس جدا لو انا شغال على بلان كبير. طيب هرجع تاني ارجع مقاس الكروس هير زي ما كان. تمام. طيب تمام جدا. الديسبلاي ريزوليوشن هنا عندي تمام، مثلا الارك اند سيركل سموثنس وكده، دي بتبقى في بعض الحالات بتبقى اقل من كده طبعا بسبب ان بيبقى الريزوليوشن قليله او حاجه زي كده. فدي بنظبطها مع الشغل وكده، بيبان اذا كنا محتاجين نعدلها ولا لا. طيب اخر حاجه بنظبطها السلكشن. السلكشن في حاجه نازله في نسخ الكات كده بقالها فتره، هي اسمها اللاسو. اهي دي لاسو. تمام. اللاسو دي بتبقى حاجه في السلكشن كده، انك بتيجي بتلاقي السلكشن بتاعك مش مربع او مستطيل منتظم، تلاقيه رسمه غريبه كده. يعني انا لو رجعت فعلت اللاسو، طبعا انا كنت لاغيها، انا لو رجعت فعلت اللاسو بص، اللي انا بعمله ده ان انا كاني بعمل سلكشن، فامر صعب شويه. فلا انا ما بحبش الشغل بتاع اللاسو، فانا بقوم عامل لها ان تشيك عليها وبشيلها من عندي. تمام. تمام. ده كده بالنسبة لللاسو. وابقى انا كده ظبطت السيتنج بتاعت الكاد عندي بحيث ان انا اقدر ابتدي اشتغل بأريحية وبطريقة كويسة. طيب اهم حاجة عندي انا محتاج اعرفها في الكاد او ابقى عارفها ودايما عيني عليها، هي الكوماند بار. طيب ليه الكوماند بار؟ الكوماند بار ده زي ايه؟ ده وسيلة التعارف بيني وما بين البرنامج، ده المترجم من الاخر. يعني انا لما اجي اديت امر معين، فاول حاجه هتظهر لي عليها الكوماند بار. خلونا كده نبتدي واحده واحده مع امر لاين. طيب امر لاين، انا لو رحت اول طريقه اقدر اخد بيها امر لاين هي اني انا اروح هنا في الريبونز اللي فوق او التابس اللي فوق دي، واروح ادوس على امر لاين. طيب اول حاجه ظهرت في الكوماند بار قال لي لاين سبيسيفاي فيرست بوينت، حدد اول نقطه. فالكوماند بار قال لي انك انت كده انت مدي امر لاين وعايزك تحدد اول نقطه. هدوس اول نقطه مثلا هنا، على طول قام كاتب لي في الكوماند بار specify second point، اقوم محدد تاني نقطة. هكذا next point. انا كده حددت امر لاين. تمام. وبدأت ارسم بيه. طيب علشان اخرج من الامر، او خلاص انا كده خلاص انا مثلا سي ان دي الرسمة بتاعتي، بقوم جاي دايس رايت كليك واقوم دايس انتر دي او كانسل، هخرج من الامر. طب معلش انا لا هاخد لا انتر ولا كانسل، انا ايدي دايما عود ايدك بقى اغلب الوقت بقى من دلوقتي ان هي تبقى على الكيبورد، فانا اما هدوس سبيس او هدوس انتر. خلينا ندوس سبيس، هيخرج بره الامر. تمام. طيب تمام جدا. طيب دي اول طريقة. طيب تاني طريقة ان انا اخترت امر لاين من فوق خلاص، واخترت ستارت بوينت وسكند بوينت ونقط انا حددتها بايدي بالماوس. طيب الطريقة التانية اني انا هدوس على الكيبورد بقى، هقول له ال، قام الكومنت بار مطلع لي لستة اوامر طويلة عريضة كده اولها امر لاين، وادوس مسطرة. يبقى انا الاختصار بتاع امر لاين عندي في الاوتوكاد هو مسطرة. قال لك ايه سبيسيفاي فيرست بوينت، حاضر حددت اول بوينت. طبعا انا ليا حرية الاختيار ان انا احدد اول بوينت بتاعتي في المكان اللي انا عايزه مادام مش مديني ليها نقطة معينة. فحددت اول بوينت. تمام. وممكن برضه احدد تاني بوينت عادي وادوس مسطرة وابقى رسمت اللاين بتاعي. طيب عن طريق برضو الكيبورد هقول له ال مسطرة. انا عايز دلوقتي بقى ارسم لاين بس بكوردينيتس معينة.
طبعا احنا عارفين الكوردينيتس بتاعتنا اكس وواي. طيب انا دلوقتي في بوينت معينة معايا على البلان انا عارفها، مثلا سي بوينت 10 و10. تمام، عايز ابتدي دي الستارت بوينت بتاعتي. فبكل بساطة هقوم رايح specify first point، هقول له 10 كوما 10، واقول له مسطرة. اما حدد لي على طول الستارت بوينت بتاعتي اهي 10 و10. طيب النكست بوينت، سي مثلا ان النكست بوينت بتاعتي الاكس هتبقى 20 كوما، والواي هتبقى 10. رسم لي النكست بوينت على طول. طيب ماشي. طب انا عايز اطلع خلاص بقى بديهي بما ان انا برسم كوردينيتس. طب انا عايز اطلع لفوق في الواي كده 10. فطيب تمام، انا كده الاكس عندي ب20، فانا هاجي اقول له 20 واقول له كوما، وهقوم جاي طالع كمان 10، فهتبقى 20 واقول له مسطرة. عايز ارسم لاين كده 10. طيب ماشي تمام، يبقى انا الاكس عندي هتبقى 10 كوما الواي 20 واقول له مسطرة. انا كده عمال برسم في لاينز خلاص ايه بكوردينيتس معينة. طيب انا دلوقتي اما ان انا عايز اقفل بقى الشكل بتاعي ده، فاما ان انا هروح هسلكت البوينت اللي انا عملت الستارت عندها واختارها واقفل الشكل، او الكوماند بار كاتب لي هنا specify next point or close or undo. طيب undo يعني هيرجع يمسح اخر خط انا عملته. طيب طب ايه close دي؟ close دي يعني هو هيقوم اوتوماتيك قافل لي الشكل. طيب في عندي اوبشنين عشان اختار close دي، اما ان انا ادوس سي مسطرة، او ان انا اختارها من هنا بالماوس عادي اروح اكليك عليها. طبعا احنا هتبقى اغلب الوقت ايدينا على الكيبورد علشان يعني نحاول نعود نفسنا على الشغل بالكيبورد عشان يبقى شغلنا اسرع. فهقول له سي مسطرة، قام قافل لي الشكل بتاعي. تمام، دي كده عن طريق الكوردينيتس. تمام. طيب طب انا خلصت، انا عايز امسح الشكل ده، يعني معلومة كده واحنا شغالين. علشان امسح الشكل ده انا في عندي طريقتين للسلكشن. لما انا اسحب كده واروح ناحية الشمال هيجيب لي ويندو خضراء. الويندو الخضراء دي مسافة ما هتلمس اللاينز بتاعتي مش لازم اسلكت اللاين كله، هو هيعمل لها سلكت. تمام. طيب طب انا لو سحبت، طبعا علشان اخرج من السلكشن بدوس على زرار اسكيب. تمام في الكيبورد. طيب لو انا سحبت ناحية اليمين هيجيب لي ويندو زرقاء، بس لاحظ كده الفرق، الويندو الزرقاء لازم انا احط اللاينز في السلكشن اريا علشان يحددها، واقوم دايس ديليت. تمام. طيب نرجع تاني بقى ايه لتكملة امر لاين معانا. طيب لو انا دلوقتي انا الستارت بوينت بتاعتي انا مثلا انا هبتديها هنا، بس انا عايزه يعتبر ان النقطة اللي انا ابتديت عندها دي هي الزيرو بوينت بتاعتي. هحددها ازاي او هعملها ازاي؟ عن طريق ان انا وانا بدخل الكوردينيتس بتاعتي هحط علامة ات، يعني اقوم كاتب له ات. تمام، اقوم جاي بدخل له الكوردينيتس بتاعتي. الكوردينيتس بتاعتك كام؟ مثلا انا عايز اروح من النقطة دي 10 في الاكس و10 في الواي، فهكتب له 10 كوما 10 واقول له اوكي. لو زودنا كده شوية اهو ادي اللاين بتاعي. تمام. انا عايز طيب دلوقتي اعمل لاين بزاوية 45. خلي بالك ان الكات بيقرا دايما الزاوية اللي انت هتدخلها له من الاكس، من الاكس. حلو حلو. طيب ماشي، فانا هاجي هقول له لاين اللي مسطرة. تمام، وادي الستارت بوينت بتاعتي هنا. حلو، انا عايز بقى اعمل لاين ب مثلا طوله 10 بزاوية 45. فانا هاجي اقول له ات 10 وعلامة اصغر من 45. علامة أصغر من دي حددت معايا الزاوية وأدوس أوكي. هتلاقي إن اللاين ده طوله 10 ومعمول بزاوية 45. تمام. ادي كده طريقة تانية إن أنا أدخل بيها اللاين. يبقى أنا كده
يبقى انا كده عندي ايه طرق ان انا اعمل لاين. فاما ان انا ادخل البوينتس عن طريق ان انا اسلكتها بالماوس، اما ان انا آه، ادخلها عن طريق الكوردينيتس، او ان انا اعملها relative coordinates عن طريق ان انا اكتب قبل الكوردينيت، او عن طريق اني انا اكتب طول الخط طول الخط وعلامة اصغر من وبعدين ادخل الزاوية. طيب تمام. في اوبشن تاني ان انا ارسم بيه لاين، يعني علشان بقى نختصر وقت والكلام ده كله، انت كده عرفت الاوبشنز دي. طيب انا في عندي حاجتين تولز بيساعدوني في الكاد. لو انا نزلت كده تحت كده على البار اللي تحت ده، تحت الكوماند بار، هلاقي فيه علامة كده زي علامة البربنديكولار، وهلاقي فيه سيركل كده وجواها زاوية. الأولانية دي اسمها أورسو، والتانية دي اسمها البولر. طيب لو أنا جيت مثلا اخترت الأورسو كده وقمت قايل المسطرة وحدد لي أمر لاين، فهبتدي أدوس كده. لاحظ حاجة، اللاين ما بيمشيش غير في المحاور العمودية بس. دي وظيفة الأورسو، انه يقفل لي اللاين على المحاور العمودية بس. تمام. طيب حلو قوي، انا عايز امشي باللاين كده مثلا 10، فانا هقوم جاي ساحب الكروس هير بتاعتي ناحية اليمين واقول له 10، واقول له مسطرة، هيحدد. طب هطلع 10 مسطرة، بعدين اكتب له تاني 10 مسطرة، بعدين تحت 10 مسطرة. مسطرة، خرجت بره الامر، هلاقيه رسمهولي على طول المربع بتاعي. تمام. نفس النظام في البولر، بس البولر الفكرة ان هو بيقفل لي، يعني أنا لو دوست بقى على السهم اللي جنب البولر ده، هو هنا بيقفل لي، بيتراك الزوايا اللي انا هختارها له. يعني انا مثلا لو اخترت له 5 فهو يختار 5 10 15، الخمسة ومضاعفاتها. لو انا مثلا هنا معمول سيلكت على ال30 60 90، عملت كده وقلت له ال لاين واخترت كده، بص هفضل مثلا ايه ماشي كده. فهو اول حاجة سنابها الصفر، بعدين 30، بعدين 60، بعدين 90، هكذا هيفضل يتراك ال30 ومضاعفاتها. تمام، هكذا بقى. فدي بالنسبة للبولر. طيب ده كده بالنسبة لأمر لاين. خلونا طيب كده ناخد مثال سريع كده على أمر لاين، عن طريق إن أنا هرسم الشكل اللي قدامي ده أو مجموعة اللاينات اللي قدامي دي. طيب بداية أنا أول حاجة هبص على الداتا اللي عندي، إيه أسهل بوينت أقدر أبتدي من عندها كداتا موجودة عندي. اختصارا، أسهل حاجة أقدر أبتدي من عندها هي البوينت دي اللي هي عند الزاوية ال30 لللاين طول الأربعة. ليه؟ معايا الزاوية ومعايا طول اللاين. طيب فأنا هروح على الكاد وهبتدي أقول له أنا معايا اللاين، هختار أمر اللاين مسطرة واختار البوينت بتاعتي. تمام. بصوا انا ما بفضلش ان انا استخدم البولر علشان اي هزة في الماوس او حاجة ممكن تخلف معايا الزاوية، فانا بقوم جاي كاتب له كان طول اللاين بتاعي احنا قلنا 4، وكانت الزاوية بتاعتنا كانت 30، واقول له اوكي، فرسم لي اول لاين. طيب تاني لاين، هو عامل لي زاوية مع الواي 70، بس في حاجة الزاوية دي في الربع التاني. طيب فهنيجي بقى نحسب بقى، تعالى بقى، انا في عندي 90 90 و70، يبقى كده كام؟ 160. يبقى انا الزاوية بتاعتي مع الاكس 160، لان احنا بناخد الزوايا مع الاكس. وطول اللاين 3. طيب فانا هاجي اقول له 3. تمام. والزاوية بتاعتي كانت 160، واقول له مسطرة. نروح على البوينت اللي بعدها، هلاقيه ان هو مديني زاوية 50 مع الواي في الربع التالت. طيب في حاجة هي مع الواي، طيب يبقى أنا مش هاخد ال50، أنا هاخد ال40. حلو أوي. طيب يبقى احنا كده عندنا 180 زائد 40 يبقى كام؟ 220، واللاين طوله 6. حلو، يبقى أنا كده هاجي أقول له 6
والزاوية 220 واقول له مسطرة. ارجع تاني، وصلنا للبوينت دي، زاوية 60 في الربع الرابع، يعني هتبقى 270 زائد 60 يعني 330، واللاين 5 يبقى ات 5 330 واقول له اوكي. مش تاني ات 5 والزاوية 330 اقول له مسطرة اوكي. الاقي الشكل بتاعي خلص. تمام، انا كده فنشت الشكل بتاعي، دخلت له البوينتس بتاعتي بالزوايا، طلع لي الشكل بتاعي. كل الفكرة انك انت دلوقتي هتحتاج تتدرب، وانك تشوف ايه اسهل واسرع طريقة انت ممكن تستعملها علشان تطلع امر لاين ده من للبلين اللي قدامك بقى او للشغل اللي جاي لك. طيب، ده كده بالنسبة لامر لاين. طبعا احنا في حاجة في الكاد هي دايما لازم اتأكد ان هي شغالة معايا، ايه هي؟ وهي السناب. طيب السناب اللي هي هنا في البار اللي تحت الكوماند بار، لو دوست على اللي هو المربع اللي فيه بوينت خضرا دي، لو دوست على السهم اللي جنبه، طبعا انا عامل السناب مشغلهم كلهم، انا عن نفسي هحتاجهم كلهم. فانا لو قلت له اوبجكت سناب سيتنج هلاقي فيه قائمة كده اتفتحت لي فيها كل الحاجات اللي هو ممكن يسنبها: الاند بوينت، اللاين، الميد بوينت، السنتر، والجيومتريك سنتر. طبعا انا المفروض عيني تبقى واخده على الاشكال اللي في الجنب دي، لان كل شكل من دول بيدل على الحاجه اللي هو بيسنبها، فانا لازم اخد بالي من الاشكال دي. طبعا لو هي مش معمول لها سيلكت زي كده، فانا هدوس سيلكت اول واقول له اوكي. ليه؟ علشان بتساعدني وانا شغال. يعني انا مثلا لو جيت اني انا هرسم مثلا لاين، اللاين، وهاجي انا عايز ارسمه مثلا من الميد بوينت دي، فاروح كده على اللاين اهو، سناب معايا المثلث ده ميد بوينت، اختاره. بس ابتدي بقى اختار بقى، دي هنا اند بوينت، دي هنا ميد بوينت، دي هنا هختار برضو ميد بوينت او اند بوينت برضو على حسب انا رايح على فين، فبيسهل معايا الدنيا في السناب. تمام. او بدل ما اختار مثلا بوينت غلط واجي ازوم الاقي في فرق 2 3 مللي ومش قافل معايا الشكل، فدي غلطة. طيب حلو جدا. هنروح على الامر التاني وهو امر سيركل. فسيركل هو عبارة عن سي من الكوماند بار بقى، سي مسطرة. طيب سي مسطرة، اول حاجه قال لك كوماند بار سبيسيفاي السنتر، اخترت السنتر. بعد ما اخترت السنتر قال لك ايه؟ سبيسيفاي راديوس، دخل لي الراديوس بتاعك كام. انا هقول له الراديوس بتاعي مثلا 20، هلاقي رسم لي دايره براديوس 20. طيب في حاجه حلوه قوي في الكاد، ان انا لو دوست مسطره تاني هيفتح لي اخر امر انا كنت فاتحه. يعني انا دلوقتي رسمت سيركل، اخر حاجه كنت اعملها، لو دوست مسطره تاني هيفتح لي امر سيركل تاني. تمام. تمام قوي. طيب انا المره دي عملتها بالريديوس. طيب انا هدوس تاني، انا هعمل سيركل تانية، بس انا مثلا عايز اعملها يا سيدي، انا مكسل احسب الريديوس، مكسل اقسم على 2، سي ان انا مكسل يعني. طيب في هنا اوبشن ان انا ادخل له الدايمتر، فانا هقول له دي مسطره، واقوم جاي مدخل له الدايمتر. الدايمتر بتاعي كام مثلا المره دي؟ 15، واقوم دايس مسطره، هيعمل لي دايره بدايمتر 15. طيب تمام جدا. ده كده بالنسبة لأمر سيركل في أبسط صور. طيب أنا بقى كواحد عايز أصعبها شوية، لو أنا دوست فتحت أمر سيركل سي مسطرة، تمام، هلاقي في عندي specify the center. لا يا سيدي، أنا مش معايا السنتر، في معايا حاجة اسمها 3B و 2B و TTR. طيب إيه ده وإيه ده وإيه ده؟ طيب ال 3B يعني أنا معايا 3 نقط، يعني انا مش معايا لا راديوس ولا دايمتر ولا معايا سنتر انا معايا 3 نقط تانجنت للدايره وبس. تمام. فانا مثلا هقوم جاي كده اهو، هقوم جاي مثلا مختار 3 بوينت دي، واقول له كده ادي الفيرست بوينت، وادي السكند بوينت مثلا يعني، وادي مثلا دي الثيرد بوينت او دي الثيرد بوينت بتاعتي اهي، خليها هنا. عمل لي ان الدايره هنا لمسة وهنا لمسة
وهنا لمسة بس. تمام، دي 3 بوينت. طيب في عندي اوبشن تاني اللي هو 2 بوينت، اللي هو انا مش معايا غير نقطتين، ودي ساعتها هيختار النقطتين دول، هيختار ان هما يكونوا diameter للدايرة اهي واهي. تمام تمام. اخر اوبشن معانا وهو tan radius، وفي اوبشن تاني وهو آه من هنا، هو tan وهو يعتبر زيه زي 3 بوينت يعني. طيب التان ريديوس، نرجع تاني للتان ريديوس، هيبقى انا المفروض معايا نقطتين ممستين للدايرة. تمام، ومعايا ريديوس. تمام، فسي مثلا اني انا عندي لاين زي ده كده. تمام، وعندي لاين تاني مثلا كده. تمام، وانا محتاج ارسم ما بين اللاينين دول دايرة. فانا هاجي اقول له سي مسطرة، وهقول له تان ريديوس، انا عايز الدايرة تبقى تان لده وتان لده، وسي مثلا ان الريديوس بتاعي 3. يعني لو اللاين ده اتمد على استقامته هيبقى هيجيب، يعني هيوصل ان هو هنا. طبعا يعني علشان انا اخترت راديوس كبير شوية طبعا ما بين المسافة بس ما بين اللاينين. تمام، فوصلت الفكرة. دول كده الامرين بتوع النهاردة. اهم حاجة بس في الفكرة التطبيق، طبق على الاوامر، جرب آه تست على الاوامر بالمقاسات علشان تقدر تطبق عليها. أتمنى أنكم يا رب تكونوا استفدتوا.